يا هلا يا هلا، أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست من أنا. النهاردة قلنا عايزين نعمل حلقة تبقى جديدة، تبقى فيها تلقائية أكتر. ففي النهاردة معانا لعبة دمها خفيف قوي، من شخص لطيف عمل حاجة اسمها شير. الكاردز دي مختلفة، حاجة بتكلم الهارت القلب، حاجة بتكلم الأفكار، وحاجة بتكلم الطفل الداخلي اللي احنا ممكن نكون بقالنا كتير قوي انفصلنا عنه. الفكرة في الحلقة دي واللي بصراحة كنا بنفكر فيه إن هل إحنا كمان زي أزاروما وريهام وجيجي، هل إحنا مستعدين فعلا إن إحنا كمان قدام الكاميرا وقدامكم نبقى نبين وش أو وجه ممكن نكون إحنا نفسنا ما عندناش فكرة إن هو عندنا موجود؟ هل إحنا حقيقة عايزين نفتح إحنا كمان أسئلة كتير جوانا ومن غير ما نكون محضرين ولا عاملين سكريبت؟ يلا بينا نشوف نبتدي إزاي. هاي ريري، هاي جيجي، هاي عاملين روما، يلا بينا. بصوا الكاردز دي فكرنا ان احنا نعمل فيها ايه، ان كل واحد فينا هيسحب مرة من بايل مختلفة، علشان دايما كل واحد فينا عنده حتة بيبقى مرتاح ليها قوي. بحب قوي الايموشن، بحب قوي الافكار. فعلشان نبقى حقيقي بنشتغل على نفسنا بجد، هنجرب كل مرة ناخد من كارد مختلف. اهم حاجة نحط نية حقيقية دلوقتي حالا، ان كل واحد فينا يبقى honest مع نفسه، يبقى حقيقي بجد وما يفكرش كتير. ما يقعدش يقول ازاي شكلي يبقى حلو لا ما ينفعش او ينفع. لو في كارت حسيت ان انا مش قادرة اجاوب عليه او هقول باس، يعني خلاص اتس اوكي. في اوقات ما بنقدرش نجاوب او حاجات بتخبطنا قوي، وفي اوقات بنقعد نفكر عشان الشكل. خليكم صراحة برضه مع نفسكم وتشوفوا هل انا انا افتح اكسايتد الكارت. للفكره عامه، عشان أيوة. عايزين نلعب شويه بقى. نلعب شويه ونشوف ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيطلع. هنبتدي. مين عايز يبتدي؟ ابتدي انا. يلا بينا. يلا. ماشي. شايف انك عايش حياه سعيده حاليا وليه؟ شايفه ان عايشه حياه سعيده حاليا. الحمد لله. ليه؟ عشان بكتشف نفسي وبأكسبت كل حاجه بتجيلي قدامي بالحلو والوحش بتاعها، وبتعلم منه، ولو حاجه وحشه بتعلم منها وبتفهمني الحلو اكيد جاي بعد كده. جيجي اختاري يلا. هجو انا طبعا الفكر of course. والمايند سيت، فهجو دي. هل الندم حاجة كويسة ولا وحشة؟ اوكي، interesting. عايزة في حتة الريجرات دي، مشكلة الريجرات الجريف، انه احنا بنقعد نقعد مدة طويلة، ندخل في حزن وندم ونبيت نفسنا، يعني نجلد الذات كتير. لو كنت السؤال ده جالي برضو من قبل 10 سنين فاتوا، كانت إجابتي هتبقى أحيانا وأحيانا. دلوقتي مش بندم على حاجة خالص، علشان اتعلمت ان هي رحلة. كل تجربة بتمر بيا هي كانت ضرورية علشان أنا أجرو، عشان أنا أكبر. سألتك يا جيجي ايه اكتر حاجة لو رجع بيكي الزمن ورا 30 سنة ممكن تغيريها؟ طريقة تربيتي للولاد، لأنه أنا كنت شديدة قوي قوي، وده كان هيخسر، يعني كنت هخسرهم أكيد. كنت هغير كتير. ايه الحاجة اللي اتغيرت في علاقتك مع الولاد زمان عن اللحظة الحالية يعني، وحسيتي حسيتي ان لا، حرية، اديتيهم حرية. ان انا مش محتاجه اعمل لهم ري انجينيرنج، مش محتاجه اعيد هيكلتهم في حاجه. اختار بقى، انا دوري. اختار كارت فن لان انا عندي مشكلة مع الفن. احكي عن موقف اتذنبت فيه في المدرسة وليه. طيب ايه ده، في افتكرت وفاكره وانا صغيره. انا طبعا انا كنت شاطره جدا وكل حاجه، اقعد اتكلم طول الوقت في الفصل واهزر، بس اول ما يجي المدرس يسالني اجاوب عادي جدا. حتى اصحابي كانوا بيقولوا لي ازاي ازاي بتعمليها؟ وانت مستفزه يعني ايه يعني. وطبعا اخر السنه اجيب درجات كويسه، يعني مش هطلع الاولى ان كده كده، ما هو يعني كل حاجه ليها منطق يعني. بس
لازم اطلع من الناس الناجحين يعني. المهم كان في مدرس ماث الله يرحمه اسمه مستر حسين، ده أنا بحبه جدا جدا. كان دايما كل ما يخش عارفين الخرزانه الطويله دي، كل من الفصل الاول ياخد الضربه ويقعد. ف فمره جه انا فعلا كنت قاعده ساكته مش بعمل حاجه، وكان طبعا دي عاده زمان في المدارس كل يوم يقف افتح ايدك ويقوموا يا ضرب. نهار أبيض. يا جماعه احنا جالنا تروما من موضوع ده الضرب، حقيقي. ترومات كتيرة. ففاكره ان انا ما اعرفش اليوم ده كانت واخده حبتين من الشجاعه، فكل مره افتح ايدي عادي وهو بيضرب البنات بالراحه يعني انا ما اعرفش حقوق المراه قامت قب عليا. قال لي افتحي ايدك، قلت له لا ما عملتش حاجه. طبعا ابتدى بقى يحمر ويصفر كنتي في افتحي سنة ايدك. كام؟ كنت يمكن تانية اعدادي، في اولى اعدادي. اقول لا مش هفتح يعني انا ما عملتش حاجه. ابتدى يتعصب وانا واقفه انا مش هفتح ايدي مش هفتح ايدي. فلقيته ماسك الخرزانه الرفيعه دي بيعملها كده اوف. وجاي هيضربني، قمت ماسكه الخرزانه انا ما اعرفش انا ازاي عملت ده، مم. وقمت كسراها ورميها له من الشباك كده. برافو يا عليك. نهار ابيض. انا برافو عليك. بقول لك انا في حبوب شجاعه جات لي. برافو. قال لي هعمل لك استدعاء ولا ايه؟ قلت له انا هعمل لك في الاسم محضر محضر طبعا. محضر في الاسم. فطبعا بابا جه بقى بعد كده قال لي اسم ايه والمحضر ده؟ انا هطلع روحي. اسم ايه المحضر ايه هتودي فيه مدرس؟ بس يمكن دي اول سجن انا كسرته في حياتي، ان لا انا ما عملتش حاجه انا مش هتضرب. فشكرا يا مستر حسين ان انت خليتني اكسر القواعد كلها. هاخد يلا شوف. احكي موقف كنت بتراقب بروفايل حد وعملت لايك لصورة قديمة بالغلط. اوه ايه ده دي بقى؟ عايزة حبوب شجاعة دي. ايه ده بقى؟ يا جماعة مش عارفة، لا مش جاي حاجة في بالي دلوقتي، بس يعني عامة دي بتحصل كتير مش حاجة سبيسيفيك، طب بس قولي هي حد. بتحصل معايا كتير. انا عامة انا بحب ابص على البروفايلز بتاعتك. عامة، وبس يعني مش ليه؟ يعني ليه؟ اه سؤال مهم. انا عامة بحب انالايز، يعني انا عامة من الناس اللي حتى مع صحابي، مع خروجات جروبس، مع البيرنتس، مع صحاب ولادي. انا بخرج مع صحاب ولادي كتير اصلا، يعني هم بس ده ما وصحابهم يخليكيش مثلا. تاخدي impression عن حد earlier. مش باخد امبريشن، لا مش امبريشن، بانالايز. يلا جي اسحب انا كارت انتي من بقى. هاخد انا بقى من الحتة بتاعت الايموشنز دي. ايه اللي منعك انك تعملي اللي انتي عاوزاه؟ لا انا دلوقتي اتعلمت انه اللي انا عايزة اعمله بحط له بلان وبعمله، لاني خلاص بقى عندي كلاريتي هو انا عايزة اعمل ايه. فخلاص ابتديت افهم حاجة واحدة بس في الموضوع ده، هل انا هفضل متمسكة باللي انا عايزة اعمله no matter الوقت اللي هيتحط لغاية ما احقق اللي انا عايزاه ولا لا؟ would I give up؟ هزهق؟ هل عندي صبر اكمل؟ هل هفضل ورا الحلم والحاجة اللي انا عايزة احققها حتى لو اتأخرت؟ اتعلمت بقى ان هي لما اخدت 10 سنين عشان اعمل حاجات كنت نفسي اعملها، اتعلمت وعرفت ليه بقى انا كان لازم اقعد 10 سنين عشان اتعلم الصبر، لان انا ما كنتش صبورة خالص خالص مش عارفة، لما خالص. بشوف جيجي دلوقتي ما بصدقش الكلام اللي هي بتقوله. لا ما كنتش صبورة خالص وكنت يلا. عصبية جدا مين يعني هيسحب؟ لا. انا انتي لا انا خدت 5 خلينا ناخد بقى ايه افكار. ماشي. العياط دليل على القوة ولا الضعف؟ ده جاي لي طبعا ده. طيب انا دلوقتي حاليا بقول ان العياط دليل على القوة طبعا. لو جيتولي من 15 سنة او 10 سنين لا طبعا ما بعيطش، ما بحبش حد يشوف دموعي، انا كده ضعيفة، انا ممكن حد يستغلني. بس زي ما انا قلت قبل كده ان انا بعيط في اي حتة عادي. يا هلا بالعياط. ما كانش ربنا خلق لنا ان العينين تدمع، يعني لو لا. كان العياط ده ضعف ما كانش رب العالمين خلقه. هو احنا فكرة ان برضو انت على كل ما فكرة ده من تتطبع ده التربية برضه، مجتمع بقى مجتمع والتربية. واحنا مجتمع. صغيرين كنا دايما ما تعيطوش، لا بس ما تعيطوش. كنت بعمل كده مع اولادي برضه كده. بقيت دلوقتي بنتي الصغيرة بقيت لما تيجي تقولي ساعات تيجي تقولي انا عايزة اعيط، اقول لها عيطي بالظبط. عيطي، انا عايزة اصرخ اهلا صرخي، وسهلا. اي حاجة عايزة تطلعيها طلعيها. ده فعلا كونسبت كان اجتماعي وتربية اكتر ما هو واقعي يعني. ريهام يلا.
كان أفكار. هل ممكن تكتب كتاب من غير ما تنشر اسمك عليه؟ لأ، مش حاسّاني، لأ عادي، لا يعني ليه ما أقولش اسمي؟ باحس يعني في أكتر من اللي إحنا بنعمله دلوقتي يعني حاسّة اللي هي part منه اللي مش هينشر اسمه ده اللي مش عايز يقول الحاجات اللي عايز يكتبها في الكتاب. أنا عندي إحساس دايمًا حاليًا، طبعًا ما كنتش كده، برضه ده reflection on شخصيتي قبل كده، لدرجة إن ناس كتير كانت بتقول لي دلوقتي أنتِ بقيتِ شخصية مختلفة تمامًا، اللي هو لأ، أنا لو عندي حاجة عايزة أقولها في كتاب هاقول إن أنا اللي باقول الكلام ده. أنتِ عارفة أنا ممكن أبُص عليها من ناحية إيه؟ ownership. لإنه في بعض الناس، يعني أنا شُفت مثلًا في الcorporates الشركات إن في حد يعمل task وييجي مديره ياخد الtask ده ويقدّمه على إن هو اللي عمله. فلمّا الواحد يinvestigate واسأل الموظف ده هو أنت كان عادي إنه حد ياخد شغلك؟ قال لي مش فارق معايا، اللي يهمني البونص بتاع الحاجة وإن أنا خدت يعني الeffort مجهودي في إن أنا عملت ده. فهي على فكرة مجهود مادي يعني أخدوا مقابل مجهود يعني هي كل حد بترجع وفكره أكيد طبعًا يا جيجي فدي يعني. بيبقى بس يعني هنا أقدر أفهمها ownership. يعني بالضبط. انت you own the ideas والافكار والحاجات اللي موجوده، تقدري تدي ده تحطيه anonymous ولا وداخل فيها بقى حاجات بس تانية أنا كتير بصراحة يعني. لو السؤال ده لأ. كان جالي كنت هقول ممكن as a part of إن أنا باشتغل على حتة معينة كده إن أنا ما ابقاش ظاهرة أو أبقى أنتِ اللي قُلتِ، أنتِ اللي عملتِ، كانت هيبقى ده inner work ليّا إني مش هاحط اسمي، أنا أهم حاجة إن لو الكلام مفيد هيفيد حد، مش مهم مين اللي قاله، لإن كنت دايمًا باهتم أوي إن يتعرف أنا اللي عملت الحاجة دي، أنا كنت بابقى دايمًا مستنية حتة الpraise. فلو دلوقتي هاشتغل أكتر على نفسي هاقول لأ، يبقى أنتِ ده عايزة تفيدي. context بقى في فدي كل إطار واحد إزاي بالضبط، كل واحد بياخدها بالضبط في الإطار. بالضبط جيجي كده. اختاري كارد. هاخد فان بقى علشان هو ده اللي باقي، وأنا يعني حد معروف إن أنا حد serious قوي، فخليني أشوف لو عندك الفرصة إنك تعيشي مع شخصية تاريخية هتختاري مين؟ شخصية تاريخية كنت هاقعد مع عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب. مش عايزة آخد الموضوع في حتة دينية، بس أنا كنت curious أوي عن للاتنين دول في حياتهم وقصة حياتهم واللي عملوه في حاجات كتير. شخصيات منفردة، شخصيات اشتغلت من بدري أوي في البيرسونال ديفلوبمنت اللي احنا بنشتغل عليه. ليهم غير إن هم مبشرين بالجنة، بس لأ characters أنا interested أوي. ودي كلها غير بقى إن تفاصيل حياتهم كلها والعطاء اللي عملوه في حاجات كتير. وخلي بالكوا سيدنا عمر خد مدة طويلة على بال ملان وآمن وصدق. ف الترانسفورميشنال فيز بتاعته اللي مر بيها وليه محطات كتيرة قوي. محتاجة لو عايز تاخدي اتكلم حاجة معاه فيها واقعد اسأله ايه اللي حصل. صح. ماشي، قول لنا حاجة نفسك تتصالح معاها من الماضي. يعني يا جماعة الأسئلة دي وجودية خطيرة جدا، احنا قلنا عايزين نلعب، ده مش لعب أبدا. طيب طيب ممكن أقول أتصالح مع الماضي مع شوية حاجات يمكن بابا وماما اتصرفوا فيها معايا بشكل ما كانش متناسب معايا خالص، فمحتاجة إن أنا أسامح وأليت جو وأبقى فاهمة إن دي كانت المقدرة they did their best. their best وإن ده كان مستوى الوعي وده اللي هم كانوا أخدوه في طفولتهم، بس ده أنا عارفاه كويس، بس علشان تطبقيه في شكل حقيقي 100% لأ أنا لسه بشتغل عليه حقيقي. فلو حاجة عايزة أشتغل عليها إني أسامح الحتة دي إن الإيموشنال سبورت كان محتاج ياخد حيز أكبر في علاقتنا ببعض. أنا باجي بسألهم إزاي أخلي المكان ده more attractive مش compelling.
بعمل معاهم ميتنج ويكلي وبعمل 1 to 1 كوتشنج لكل حد فيهم عشان اتاكد ان احنا environment بتاتراكت الناس الحلوه، لان انا عندي تيم حلو جدا ومش عايزه اخسرهم. فانا بقعد اسالهم اللي انا محتاجه اعمله افضل واحسن عشان تبقى الانفايرمنت مريحه. بصراحة الناس الclose ليّا أنا طول عمري مهم عندي أوي صحابي جدًا، الناس اللي باشتغل معاها تبقى كلّها مرتاحة وكلّها مبسوطة. أنا ما عنديش شغل fixed، أنا بادّي classes يوجا، باطلع في retreats، فبجد لمّا حد بيبقى عنده comment أو حاجة لأ، يعني بابقى فعلًا مهم أوي عندي إن الناس تكون مرتاحة، الناس تكون مبسوطة. يعني ممكن لو عندي retreat لأ، أسافر قبليها بيوم، أروح أحضّر حاجة وأتأكد إن الأوَض تمام وإن الحاجة مضبوطة. لأ بيفرق معايا جدًا، جدًا. حتى على فكرة كتير جدًا بابقى حاطة schedule إيه الصبح وإيه بالليل، إيه معلش نأخّر ساعة، يالّا نأخّر ساعة، رغم إن ده هيضغطني، هاخلّص متأخرة، فهانام متأخرة. لأ يالّا طب ما بلاش نعمل ده، حاضر تعالي نحط ده، بالعكس يعني باحاول إن دايمًا أخلّي الناس تبقى مش عشان هو شغلي ولا عشان أنا حقيقي باعمل حاجة إن إحنا نتعلم نقول اللي إحنا عايزينه، ولو حاجة في مش مقدرتي عايزه تعلميهم discipline طبعًا في جزء يعني طبعًا لما يقولوا لك بقى لا الحته لان احنا delimitation أكيد بحتة بُصّي بقى، يعني معينة. مثلًا في دي لإن أنا عارفة إن برضه أنتِ جايبة حد لسه ممكن يكون أول مرّة يخش يعمل يوجا، فلأ باعمل بقى في الحتّة دي إيه، يا جماعة إحنا داخلين الclass ما فيش موبايلات، الموبايلات silent، هتخشي الclass please 10 minutes maximum، وبعد كده مش هينفع تدخلي حتى لو كان retreat، يعني إحنا رايحين نتفسح، أنا آسفة، بس it's okay، لإن أنت لازم تحترموا إن في ناس تانية جاية من بدري ونِفْسها تاخد quality معيّن في الclass. لمّا حد مثلًا بيكون حد مثلًا بيعيّط أو حد بيحصل له حالة في release، فدايمًا لأ في rules، أنت مش هتسأل الشخص اللي قدّامك أنت مالك، هو لمّا يحب يحكي. نحاول إن إحنا نحترم الخصوصية بتاعتهم. بعد الretreat ما نسألوش أصلًا أنت كان مالك خالص، عامل إيه وأخبارك إيه ونعدّي، لأ في rules فيها التزام، بس في حاجات باحاول flexible. أفُكّها علشان أقول عشان هو لهم برضه ده open space برضه للناس إن هي إن أنت تطلّع تبقى نَفْسك. اللي جواها. هي طبعًا أولويات، بس هي جات إزاي أصلًا إن الواحد يحط أولويات إن هو يدوّر على نَفْسه، إنه يفكّر في نَفْسه، إن يبقى فاهم نَفْسه أو بيقعد مع نَفْسه أصلًا. طبعًا في العادي مع الضغط والتعب والولاد والشغل بيبقى كل واحد مسحول. كل حاجة سحلاه كده فبينسى نَفْسه، وده معظم الناس بيتحطّوا فيه. كُلّنا. ودي من الlearning experience بتاعتنا، إن هو بعد لمّا اتحطّينا في الضغط الفظيع ده، حاجات قعدت تزُقّنا عشان خاطر نبتدي نعرف إيه اللي بيحصل، لإن هنا في anger. أي حد مش بيقعد مع نَفْسه ومش بيفهم نَفْسه ومش بيدّي لنَفْسه اللي محتاجه، بييجي في وقت بيحصل غضب، هي الفكرة بيحصل عدم إن ارتياح، أنتِ فبنبتدي نسأل نَفْسنا إيه أنا عايزة إيه، أنا محتاجة أعمل إيه يريحني، أنتِ بتعيدي ترتيب أولوياتِك according الpriorities للمرحلة بتاعتي بالضبط. للمرحلة اللي أنتِ فيها. في وقت مثلًا وهُم صغيرين أوي، سنتين و3 سنين وdiaper ويا حبيبي ما تحطّش صباعك في فيشة الكهربا، يعني أكيد مش هاقعد أقرا كتاب لأ، ثقافي بس هاقول لِك على يعني. حاجة، الواحد لأ، يعني لو واحد خلِّف دلوقتي تاني، أنا هاتعامل في الفترة دي بشكل أيوه، بس مختلف. أنتِ عشان دلوقتي عندِك بس كام سنة وعدّيت بexperience وعشان عاملة إزاي. فهمت برضه، اللي زقّني إني أعمل ده إيه، إن أنا فهمت أيوه. قد إيه إن القعدة مع النفس دي مهمة. أيوه، عشان سِنِّك ده، لكن أنا باتكلّم دلوقتي معلش يا جماعة وأنا عندي 24 سَنة والّا 25 سَنة، أنا خلِّفت يالّا عشان اتجوّزتِ فتخلِّفي، فلمّا خلِّفت لأ على فكرة أنا مش قادرة أعمل الكلام ده خالص ومش بانام، بنتي صغيّرة وبتعيّط طول الليل ومُتعبة أو مش عارفة أنام، ما فيش حد بيساعدني أيًا كان يعني، لأ طبعًا ما كانش عندي الرفاهية، فلمّا ممكن أكون باجاوب الإجابة النموذجية دي دلوقتي، لكن لأ، وأنا صغيّرة لأ، ما كانش عندي وقت ومش عايزة أعمل ده أصلًا، أنا عايزة أنام. ليه mindset coach؟ اخترت ليه mindset coach علشان كان في حاجات مش لاقيه لها تفسير. انا ما كنتش فاهمه نفسي قوي، وكنت interested قوي بالhuman behavior، يعني علم السايكولوجي وعلم هي الناس مختلفه ليه في ردود الافعال ومختلفه ليه في البرفورمانس بتاعها. فلما زي ما بيقولك when the student is ready the masters appear، لما ابتديت ابقى
مستعدة أتلقى الإجابة. ظهر في حياتي منتورز فهمت فيها الإجابة، جات لي الإجابة على إيد ناس. مايند سيت هي إزاي مخنا بيشتغل، إزاي البروجرامينج إحنا كخليفة الله على الأرض بنشتغل إزاي، الأوبريتنج مانيوال بتاعنا إزاي. فحبيت أتخصص في حاجة أبقى فاهمة مخي ده بيشتغل إزاي، لأن المخ ده هو الحاجة الوحيدة اللي ربنا ميزنا بيها عن بقية المخلوقات بتاعته. بيشتغل إزاي، اللي عامل الفروقات في البني ادمين دي كلها. الكره الارضيه عندها مليارات على الارض، ليه كل واحد فينا بصمه مختلفه؟ ازاي ده، ازاي بنوبريت كده، ازاي نتائج مختلفه. فكان ضروري ان انا اتعلم المخ ده بيشتغل ازاي، عشان اقدر افهم نفسي واقدر افهم اللي حواليا واقدر اساعد كل اللي حواليا، اذا في شغلي او اولادي. احنا مختلفين تماما Yes. في كل حاجة، مش في متفقين. افكارنا وطريقتنا معينة في معالجة الامور. بس energetically احنا aligned، بصوا انما بس- فكر ومايند سيت لا، Yes. مختلفين أفكارنا مختلفة، تماما. كل واحد في ليفل مختلف كمان حاجة. في الجيرني بتاعته. آه. خلي بالكم. لا هقول لكم انا شايفة، ممكن اكون شايفة ايه، ان احنا عندنا حتة الاكسبتنس بقت عالية شوية يمكن، فابتدينا لا عادي يبقى حد في رحلة تانية بشكل تاني، بس بنتجمع على ان احنا عايزين نساعد نفسنا ونساعد اي حد. فيمكن تكون لما النية بتبقى حلوة والنية بتتوحد، ربنا بيخلق حالة من الهارموني وحالة من الكيمياء الطبيعية اللي ملناش دخل فيها علشان تساعدنا للتارجت. يمكن نبقى دلوقتي صحاب وبنكلم بعض، ولا قدر الله اي حاجه تحصل في الجيرني، حد فينا يتلهي في حاجه، بودكاست يبعد ونبعد عن بعض، بس احنا دلوقتي في حاله معينه أنا حاسة عشان كمان بنأدي حاجة. رساله معينه. احنا عشان احنا التلاتة عندنا intention معين، فاحنا كشخصيات مختلفة طبعا، افكارنا مختلفة، بس احنا التلاتة عندنا same intention، عايزين نفيد الناس ونفيد نفسنا throughout اللي احنا بنعمله، باللي احنا بنشوفه، باللي احنا بندسكست. يعني انا بتعلم حاجات كتير من الدسكشنز بتاعتنا دي دلوقتي، من جيجي ومن روما، كل حد experience مختلفة. فنفس القصة انا بالنسبة لي، لا احنا عشان عندنا intention عايزين نفيد الناس يكتشفوا نفسهم، واحنا كمان نكتشف نفسنا. فده ده هو ده عشان كده الناس بتقول ان احنا ازاي يعني انت زي أنا بعض في إيه؟ كده. هاخدها من ناحية الأرواح جنود تتلاقى، energy. كل حاجة في الدنيا energy. ممكن نبقى عندنا نفس الانتنشن بس energetically احنا مش مش قادرين. قادرين نبقى مع بعض، جدا ومش قادرين نبقى in mix على harmony. بعض. جدا. Yes. وأنا I believe in أهمية الطاقة والتناغم، إن الكلمات قد تكون جاذبة، قد نكذب في التصرفات، الطاقة لا تكذب أبداً. أبدا. زي ما بتخشي بيت او تخشي على ناس قاعدين تقولي يا ساتر يا رب انا عايزه امشي دلوقتي حالا، وناس تانية بيوت تانية تحسي تحسي بحالة من السلام والراحة، وانك عايز تقعدي في المكان دي فهي المكان ده، energy. فده حاجة هي out of- energy مع اختلاف the beauty of it، ان احنا ممكن نبقى مختلفين كمان احيانا في الاراء زي ما انتوا بتشوفوا. يعني ممكن بالظبط. الابروتش مش بس الاراء، ممكن يكون طريقة التعامل مع الحاجة. وعلى فكرة دي فيها بيوتي، ليه؟ لانها مش بتديكوا اسطمبة واحدة بس للتعامل، الاختلاف دايما بيدي اوبشنز. انت عارفة يا جيجي لما قلتي دلوقتي على موضوع المايند وليه المايند سيت اخترتيه ومش عارف ايه، فحسيت يا على وجع القلب. لا انا عايزة قلبي، انا عايزة اشتغل على قلبي وعايزة اشوف ما ده اللي قلناه في اول فحسيت حلقة، إن هاو سبحان- يونيتي. يس، سبحان الله ازاي انا بالنسبه لي مستمتعه جدا بفكره ان انا اسمع مخي بيشتغل ازاي والنيو ساينس، واخدت حاجات كده يعني فيري سمبل. بس لا لو هتقولي لي مثلا احضر حاجه عن مايند سيت ولا حاجه عن الهارت وتكونكت وذ ايموشنز، لا طبعا هروح اكيد عايزة بقى اصلح سبحان لكم الله. حاجة بقى في الحتة دي، ان للقلب عقل طبعا وعنده نيورونز نتورك زي البرين بالظبط، وأن العقل يأخذ الأوردر من القلب وليس زي ما الناس فاكرة. لا. فلما فهمت المايند سيت فهمت أهمية القلب ودوره، إن إحنا العقل ليس له دور. ما هو ده برضه يا جيجي سبحان الله يرحم، هو ده يعني برضه دي اللي عرفتنا أكتر من دخلتنا لليوجا، إن أنت when you do this physical activity وتعملي حاجات على المات just to calm المخنا يهدى، فالقلب يبتدي مخنا يهدى وجسمنا يهدى، فبالتالي يبتدي تحسي إن في connection بيوصلك لقلبك. الفكرة
نفسها بتخلق نوع من المشاعر. فلو انت مش قادرة تسيطري على الجهاز اللي فوق موجود اللي بيتحكم في كل حاجة يوديك يمين هو ده وشمال، كونسبت المديتيشن بالظبط، بالظبط التأمل. انك هو ده تفوكسي على حاجة وتلاقي جوه كلاريتي معينة عشان تقدري تتصلي بقلبك. بالقلب. فطبعا الواي ثرو ذا مايند، لان هو ده اللي يعني مودينا في المستقبل من خوف رهيب او مرجعنا لورا لاحساس الماضي. ان انا ندمان، انا زعلان. مم. فكل ما ابقى هنا وده ابقى فاهمه كويس قوي هو بيشتغل معايا ازاي، الصوت اللي جوه عمال يقول لي انت وحشه، انت حلوه، انت كويس، انت بتشتغل، انت بتدي اللي عليك. لما الصوت ده ابقى فاهمه هو جاي من فين، هقدر جدا جدا اعالج الباترن بتاعي في افكاري. في نفس الوقت في الاخر هوفلي يا رب ان احنا نشتغل على ده على القلب ده. خلاص يلا ريهام هناخد اخر بقى راوند. احكي لنا قصة حد مش قادر تسامحه أو سامحته بصعوبة. ده انتوا الاتنين احنا شايفين انتوا المود الاتنين بيتغير. بارالل يعني قري واعترفي. في ناس في حياتي ما سامحتهاش، especially وانا صغيرة كنت دايما من الناس الجيفرز قوي، وكنت دايما بقعد اي حد عايز اي حاجة ابقى انا اللي بسهل الدنيا كده for a reasons طبعا ليها اعماق ديب مش ندخل فيها دلوقتي. فكتير حصل في حياتي. كانت my best friend كانت سنين كتير قوي من وانا صغيرة، كنت بحبها قوي 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 قوي، ودي كانت اول صدمة، كنت لسه مش كبيرة قوي. فجأة كده انا بقى جيفر فجأة كده راحت ايه ده، قلبت عليا ومش هتتكلم معايا تاني. ولما جيت سألتها، انا طبعا ما بسكتش، اللي هو ليه، ايه اللي حصل، انا عايزه افهم ايه اللي حصل. لما جيت سألتها قالت لي انا بحس ان انتي كده كده انا مش فارقه معاكي، وكده كده بتعاملي الناس كلها كويس، فانا ايه الميزه اللي انتي بتديهاني. واو. لا بس ليه ده كان ممكن تبقى حاجة تخليكي زعلانة يعني الرد يمكن هي ده- بعدت ساعتها. انا السماح مش عشان هي قالت لي كده، هي بعد كده بعدت عني. ولما بعدت عني انا قعدت فتره كبيره مش عايزه اصاحب حد. بس شرحت لها يا ريري، شرحت لها وكلمت معاها، قعدت يمكن فتره كانت مش عايزه متوقعة اصاحب حد. منك اهتمام اكتر سنة. مش عارفه صراحه يا جيجي، كنت صغيره برضو، مش هقدر اقول ان انت انا حاسه كنت ماتيور انف ان انا يعني اتعامل مع الموقف ده كده. اكيد. كنت صغيره قوي، طب انت وبالنسبه حاسه لي ان كانت صدمه انت كبيره. لو دلوقتي افتكرتي صاحبتك دي انت مسامحاها ولا لا؟ دلوقتي مسامحاها طبعا، دلوقتي مسامحاها عشان احنا كنا في صغيرين. حد في حياتك لسه ما سامحتوش؟ في حد لسه طيب. ما سامحتوش. طب لو حد جه قال لك انت ازاي وانت تعملي بودكاست وطلعت تكلمينا عن كذا وكذا، ومفروض انك يعني طبعا وصلتي لازم ليفل ليفل المثاليه. انا still working on myself. وزي ما قلنا احنا في اول اصلا حلقه ما اتكلمنا عن من انا، قلنا ايه؟ قلنا ان هي رحله، وقلنا ان هي ما بتقفش في حته معينه، وقلنا وعايزه اقول هنا دلوقتي ان الحاجات اللي وجعانا قوي من جوه مش بزرار بشيلها، ده يا جماعة احنا هيومن، يا جماعة هيومن، وبروسس طويل قوي. وعلى فكره احنا ممكن احس ان انا سامحت، ساعات بحس ان انا خلاص سامحتها، انا خلاص سامحته، انا تمام، ويجي يحصل موقف واحد بس تريجر، خلاص تريجر يفكرني باللي حصل، فالاقي نفسي انا ايه ده، انا ما سامحتش. وممكن اجي اقعد اسال نفسي انت ليه ما سامحتيش، واقعد في السايكل دي. سايكل از نوت ايزي، وده الطبيعي بتاعنا. ده بياخدنا لنهاية الحلقة بتاعتنا، ان يا جماعة احنا مش ما وصلناش، واحنا لا ندعي ان احنا عارفين، وان احنا بنتكلم من حتة من حتة عالية من البرج خالص. احنا لسه في الرحلة بتاعتنا، في حاجات قادرين نشتغل عليها وقادرين نقول هتحسننا فيها، بنقارن بنفسنا زمان ودلوقتي. بس زي ما انت ما شفتوا في الاجابات بتاعتنا، لا في حاجات كتيرة جدا لسه وقفنا وهنجنا وخفنا. مش معنى ان انا طالعه بتكلم او انا في اي رحله في حياتي، سواء انا بره في شغلي مع ولادي، لو باخد كورسات، لو بعمل اي حاجه، اوعوا تفتكروا وانس ان الكورس خلص ان انتوا خلاص كده اتحسنتوا وبقيتوا تمام. ساعات بيجيلنا لحظات من الوعي اكبر بكتير من اللي احنا كنا فاهمينه. في الرحله دي كل يوم هيظهر حاجات جديده تعرفنا اكتر عن نفسنا. خليكوا عندكم رحمه بنفسكم، وخليكوا صرحة لما تحسوا ان في لسه حتة ليها ديول مستخبية انتوا لسه بتكتشفوها. it's okay،
عادي خالص، واحدة واحدة. الرحلة دي لو ما فيهاش حب وفيها رحمة وصراحة حقيقية في كل حاجة انتوا بتعملوها، يبقى احنا بنضحك على نفسنا. من أنا بودكاست يعرفنا احنا حقيقي مين. اشوفكم الحلقة الجاية.